انتي يا لاله عاوتاني هاني جبت لك قريشلات اولا قريصات من السمين بالمذاق ديال النافع، كيجيو غزالين اولا حبه الحلاوه. ديريهم لوليداتك تيجيو هشاشين بحال القطن وتيذوبوا في الفم. نتمنى ان شاء الله هاد القريشلات يعجبوك، عطيهم لوليداتك ولا حطيهم على مائده الافطار اولا حتى الكوتي. يلا معايا ويلا نتابعوا الوصفه. السلام عليكم حبيباتي واعزائي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله وجدتكم هذا الفيديو من قناتي وقناتكم ملح وسكر، وانتم في احسن الظروف والاحوال ومتفائلين اشد التفاؤل. اليوم كيف كتشوفوا معايا عندي وصفه جديده ووصفه زوينه، كلشي المغاربه تبارك الله كتعجبهم، واللي هي القراشل ولا القرص، كيف ما بغيتو تسميوهم. انا جات شهوتي ندير هاد القراشل البلديين، دائما راهم عندي حتى في القناه، بغيت نجددهم معاكم وغادي تشوفوهم معايا. راهم ساهلين وتيجيو ناجحين 100%. غادي نقدم لكم المقادير وعلى بركه الله، ونصليو على نبينا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. الله البنات، نشوفوا شنو عندنا في هذا القرص. عندنا 800 غرام ديال الدقيق الممتاز اللي غربلته مزيان. غادي نديرو في القصعه، دائما غادي نبدا. انا دابا راني متاخره، داكشي علاش قلت غادي ندير مباشره. ندير هنايا واحد الحفره فاش غادي نديرو فيها المسائل ديالنا. عندنا هنا معلقه بهذا العيار، درت معلقه ونص. شفت الحال شويه بارد باش باش يخمروا ليا مزيان. طبعا عندي هنا واحد المعلقه كبيره حتى المعلقه ونص ديال الجلجلان اللي حمرته هو سخيخن. طبعا شحال ما درتو هاد الحبوب هكا تيجيو القراش البنانين. عندي هنايا غير النافع، بغيتو ديروا حبه الحلاوه ديروا، انا ما كنتوفرش عليها حتى هو، غير حمرته دفيته هكا شويه. عندي كاس مع مرش ديال السكر، كندير كلشي هكا ضربه وحده. وعندي هنا جوج ديال البيضات، غادي ندير بيضه ونصف، والصفر غادي نخليه باش غادي ندهنوا به طبعا القريشلات ديالنا. طبعا هاد الوصفه راها معروفه هنايا عندنا في المغرب. لقيت البيضه الثانيه صغيره، قلت معليش باش يقدني مع البياض باش ندهن القريصات، معليش جبت بيضه اخرى غادي نديرها كامله. يعني هنا عندي جوج ديال البيضات. عندي الملحه ما ننساهاش طبعا، غادي ندير بيدي باش يجيونا الدادين ما يجوناش مسوسين. صافي. وعندي كاس تاع الزيت، يعني فايت ربع. علاش؟ لان غادي من بعد ما نعجنوا العجينه غادي نضيف واحد المعلقه حتى المعلقه وجوج ديال الزبده. بسم الله. حتى هو غادي نديروا الزيت كامل، ولكن المكون السحري اللي كيجعل هاد القريشلات كيجيو هشاشين ورطبين. الصراحه جميع المخبوزات الا تبعتوا هاد الطريقه ديال العجن ديالها وهي بالرايب البنات. هنا كان عندي واحد الكاس ديال الرايب وزدت عليه شويه ديال الحليب حيت ما بقالياش الرايب. اذا نبداو على بركه الله. كيف كتشوفوا غادي نبدا نخلط في الوسط، نحاول نخلط البيضه مع الخميره مع هاد المواد. غادي نبقى نضيف، راه عندي هنايا دافي، ضروري ما نديروه دافي باش ما يسقطناش الخميره. صافي انا غادي نعجن بهاد الكميه ديال السوائل اللي عندي هكا حتى كيتجمع ليا الخليط. نجمع الاول الجهه اللي فيها الخميره، ما نحاول انني نتفادى الجهه اللي فيها الملحه حتى نجمع مزيان تقريبا. يعني ما كاملش 4 كاس ديال 4 ديال اللبن مع الحليب. صافي دابا يمكن ليا نضيف هكذا. صافي انا غادي نجمع هكا. الا خصني الحليب غادي نزيد، طبعا غادي نزيد باش نكمل العجين ديالي. هانتوما البنات غادي نكملوا ندفيو شويه ديال الحليب نزيدوه اولا الماء اللي بغيتو، وغادي نكملوا العجن ديالنا. صدقوني يا البنات هاد العجائن اللي كتعجنوهم هكا باللبن اولا بالرايب تيجيو افضل واحسن وتيجيو هشاشين تيحمقوا. وشحال ما جلسوا معكم في الدار
يعني المده الزمنيه اللي غيجلسوا معكم في المنزل، كيف كتجبدوهم وتسخنوهم تيجيو بحال ليله يلاه خدمتيهم. هانتوما كيف كتشوفوا عندي العجينه كتلصق. في هذه الاثناء هذه غادي نضيف دايره ديال الزبده، نحاول ندخلها هنايا في العجينه وصافي وغادي نخدم. طبعا غتاخذ لي شويه د الوقت. وهانتوما معايا البنات راه غادي تجرى لكم شي شويه مزيان باش كتعطينا ديك الهشاشه للقرص. نحاولوا ندخلوا العجينه او عفوا الزبده في العجينه. انا ما قطعتش الفيديو، غادي نخليه لكم هكا باش تشوفوا كيفاش الطريقه كندخلوا الزبده. ها هي بدات كتلين. شوفوا العجينه كيف كانت في الاول. العجينه كتكون قاصحه، ملي كتبقاي تدخلي لها ديك الزبيده في قلبها صافي كتولي رطبه. الطريقه هذه صافي. شوفوا راها مملوءه، درت وحده عامره، غادي نزيد شويه. وصافي غادي ناخذ واحد البلاستيك غذائي نغطيها ونخليها ترتاح، ونعاود عاوتاني نعطيها الدليك مزيان باش يجيوني القرص رائعين وفنين. نتوما بطبيعه الحال الا باغيين الحلاوه ممكن تضيفوا اكثر. انا بركه هذاك هو القياس اللي كندير. صافي ندهن يديا مزيان بالزبده صافي وغادي نخليها ترتاح نعاود ليها صافي. انا نجيب واحد الميكا بلاستيك كنغطيها صافي ونخليها ترتاح، وديك الساعه نعاود لها العجينه العجين ديالها. هانتوما البنات بعد ما كتخمر لينا العجينه ضروري ما نغطيوها لان الحال دابا شويه بارد. صافي غادي نبقاو نقطعوهم هكا قريصات صغارين. بعد ما كندهنوا هكذا يدينا هكذا شويه بديال الزبده باش ما تلصقناش العجين. شوفوا تبارك الله خمرات. غادي نديرهم صغيورين هكا. شوفوا كيجيو غزالين البنات باش ما ينفخوش لينا بزاف في الفران. كيجيو هكا رائعين وزوينين، راهم خامرين. غادي نهبطهم غير شي شويه هكا، تهبطوهم غير هكا شويه كما كتشوفوا معايا. دائما ندهنوا يدينا وحنا تنقطعوا من العجين. صافي انا غادي نكمل. شوفوا قداش درتهم صغارين باش ما يكبروا لياش في الفران. صافي انا غادي نكمل التقطيع ديالهم، ديك الساعات غادي نتلاقاو باش غادي ندهنهم ونزينوهم من الفوق. انا كيف كتشوفوا معايا البنات بعد ما كيخمروا ليا دوك القريصات ديالي ولاو زوينين ما شاء الله. كنخفقوا واحد هذيك البيضه اللي كنا خلينا مع شويه ديال الحليب اولا شويه ديال الماء ولا الزيت صافي، وتندهنوا الوجيه ديالهم مزيان بهذاك الخليط. ومن الاحسن ما ندهنوهمش عاد كنخليهم يخمروا، بالعكس نخليهم حتى كيخمروا لان ديك الساعات كنكونوا غطيناهم بشي منديل وتنديرهم في مكان دافئ باش يطلعوا لينا مزيان. هنا كيف كتشوفوا معايا هادو هما جوج طاوات اللي خرجت من ديك العجينه. شعلت الفران ديالي غادي نطيبهم من التحت ومن بعد غادي نطيبهم من الفوق. ما نساوش دائما نديروا لهم شويه ديال الجلجلان من الفوق مادام هما قريشلات بلديين. نديروا لهم الجلجلان هكا شويه صافي. انا غادي نطيبهم دائما كيف كتعرفوا الطياب ديالي كنطيب على لاكغي ومن بعد عاد كنطلعوا من الفوق باش يتحمر لهم الوجيه ديالهم. نتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم باش تشوفوهم معايا كيف جاو. هانتوما تبارك الله شوفوا هادو هما القريصات اللي صوبنا اليوم. شوفوا تبارك الله كي جاو خفافين وزوينين وهشاش. خليتهم هكا حتى كيبردوا وغادي نديرهم لكم هكا في طبق التقديم تيجيو رائعين وهكا زوينين للتقديم. كيكونوا صغيورين هكذا المنظر ديالهم تيجي جميل بزاف. هما عاد سخونين خرجتهم من الفران.
هادو هما القريشلات دياولي البلديين، على حقهم وطريقهم. بعد ما شفتوني خرجتهم من الفران، خليتهم حتى بردوا وعطاو واحد لابريونس زوينه للوجه ديالهم بديك الخليط ديال البيض اللي درنا لهم. هاد القريشلات الصراحه تيليقوا بزاف في الفطور ديال الصباح ولا حتى في الكوتي، ولا عطيوهم حتى لوليداتكم في المدرسه. ونتمنى ديروهم وتجربوهم وراهم زوينين ما غتندموش. نتمنى لكم شهية طيبة. ما تنساوناش يا البنات باللايك، ايضا ما تنساوناش بالبارطاج، وايضا تشتركوا معنا في القناة، فعلوا ذلك الجرس باش يوصلكم مني دائما الجديد. الهلا يخطيكم عليا، تنبغيكم بزاف بزاف، والى فيديو اخر ووصفة اخرى حول الله تعالى وقوته.